ودي بقى اهم حته في الليسن ده يا جماعه. الفكره ان انت كل ده الترافيك عايز تجيبه فين؟ في البوينت اوف سيل بتاعتك. يعني احنا كل ده الاعلانات اللي احنا بنعملها، الكونتنت على السوشيال ميديا اللي احنا بنعملها، كل ده احنا عايزين نجمع ترافيك، عايزين نجمع ناس تيجي فين؟ على البوينت اوف سيل بتاعتنا، على الفانل بتاعنا، على الويب سايت بتاعنا، على اللاندنج بيج بتاعتنا. تقسم كل بلاتفورم، تقسم كل طريقه ماركتنج. يعني لو هتبقى بيد ادز يبقى فيسبوك، انستجرام، سناب شات، تيك توك. لو انت بتصرف فلوس على البلاتفورمز دي تبقى مقسم كل بلاتفورم لوحدها، تبقى عارف السي بي سي، الكوست بير كليك بتاع فيسبوك كام، الكوست بير كليك بتاع انستجرام كام، بتاع تيك توك كام، بتاع سناب شات كام. ليه مهم ان انت ما تخليش كله مع بعض؟ لو انت ما تعرفش الكليك جاي من فين على الويب سايت بتاعك، ممكن يبقى تيك توك غالي جدا والاودينس بتاعك مش موجود على تيك توك. ممكن الاودينس بتاعك يبقى فوق ال 30 سنه، فاغلبيه الاودينس بتاعك على فيسبوك، فعشان حد يدوس على الاد بتاعك في تيك توك بتدفع فلوس كتير جدا. فلو انت شايف نفسك دافع $10 بير كليك على تيك توك وعلى فيسبوك let's say دولار عشان نسهل في الارقام، يبقى طبعا هقفل تيك توك وهزق مع فيسبوك اكتر. فعشان كده مهم جدا يا جماعه تعرف الكوست بير كليك بتاعك.